فكرت تهرب من اهلك فجأة وتقرر انك تعيش في بلد لوحدك خالص، وفجأة من غير سابق انذار حصلت معايا. كان معايا طالبة مسافرة معايا تركيا، وبعدين البنت راحت معانا انبهرت. بصراحة تركيا جميلة، بلد جميلة جدا. البنت عجبها الحياة وبرضو خروجها من مألوف، وانها هتعيش في حتة جديدة عليها. فاحنا عملنا الامتحان وخلصنا الامتحان في تركيا، كان امتحان السات. وبعدين واحنا مسافرين جه الباص عشان ياخدنا للمطار، بكلم البنوته بقول لها ها يا فلان يلا بسرعه انت اخرت ليه؟ قالت لي مستر انا مش هسيب تركيا. قلت لها نعم. في اللحظه نفسها لقيت تليفون باباها بيرن عليا من مصر، بيقول لي بيعيط، بتقول لي مش هتسيب البلد، الحقني اتصرف انت المسؤول. طبعا موقف صعب جدا، انا مش عارف اعمل ايه. قلت لها بصي يا فلانه انا هطلع لك، كان معانا وليه امر كبيره جايه مع اولادها، قلت لها هطلع لك طنط فلانه هتطلع تنزلي معاها، لو ما نزلتيش معاها هطلع لك انا اخدك زي حالتك زي ما انت. ابوها قال لي كده وانا مسؤول عنها. وفعلا ولية الامر طلعت، وقعدت قلبي كان بيدق لحد ما الاسانسير نزل واتفتح وهي كانت نازله معاها وجايبه شنطتها. كان قرار صعب وكان قرار جريء، بس من حلاوه البلد كانت عايزه تعيش وتسيب مصر وتسيب اهلها فجاه. تفتكر انت تقدر تعمل كده؟ صعب قوي. ودي كانت حدوته من حواديت مستر ايمن.